انا عمري ما اتعلمت اقول لا، والنتيجه ان انا بقيت جهاز مش بني ادم. كله بيطلب وبيحط الاوردر بتاعه وانا بنفذ وانا ساكت. بس في وقت كده غيرت كل حاجه وقررت ابدا اقول لا، واسمعني الاخر يمكن تكون لحظه ليك انت كمان. انا اياد، واللي عارفني عارف ان انا كنت بوافق على كل حاجه. اي حد يقول لي تعالى روح، يقول لي امشي امشي، يقول لي ساعد اساعد، حتى لو تعبان، حتى لو ما عنديش وقت، كنت بعمل كل ده بهدف ان انا ارضي صحابي وعيلتي، او يعني اخليهم مبسوطين مني. مره بقى حد طلب مني ان انا اعمل له حاجه يعني خدمه، وانا كنت خلاص على اخري من التعب حرفيا، بس وافقت كالعاده. وفي الاخر جالي متعصب بسبب ان انا ما عملتهالوش بالشكل اللي هو عايزها، وشتمني. انا شتمت عشان اتاخرت شويه ومظبطش الحاجه زي ما هو عايز. وقتها بقى فهمت ان انا مش بعمل خير او حاجه كويسه، لا انا بعمل جريمه في نفسي. انا ما ينفعش اعمل كده تاني. طيب، ليه بنخاف نقول لا؟ عشان بنخاف الناس تزعل مننا، عشان بنفكر انك طيب وانك توافق دايما على اي حاجه، ولا عشان بنحب نحس ان احنا كويسين وان احنا البرفكت في عيون الناس كلها؟ بس الحقيقه ان انت لما بتقول اه او نعم لكل الناس، انت بتقول لا لنفسك، لصحتك، لوقتك، لاولوياتك، لاحلامك، للحاجات اللي وراك. بتقول لا لكل حياتك عامه. تفتكر ان محدش هيحترمك طول ما انت مش بتحترم نفسك او مش بتحترم حدودك، مش حاطط حدود واضحه لنفسك. طيب، ازاي نتعلم نقول لا؟ الخطوات دي انا لسه ما عملتهاش، لسه بتعلمها معاكم، بس هم 3 خطوات عمليه لو عملناهم هنتعلم نقول لا بسهوله. فركزوا معايا، ورقه وقلم واكتبوهم. اول حاجه، هناخد وقتنا قبل ما نرد. ما تردش على طول، ما تقولش اه على اي خروج، ما تقولش اه على اي حد عايزك في اي حاجه. قول له هفكر ارد عليك، او مثلا سيبني 5 دلوقتي عشان مشغول في حاجه. ساعتها هتعرف تاخد وقتك براحتك، هتعرف تقرر براحتك، وتشوف انت فعلا هل انت عايز فعلا تعمل الحاجه دي ولا لا. 2، مش هنشرح كتير. لما نرفض مش محتاجين نبرر، خلاص احنا مش عايزين كده خالص عشان نفسنا. مش لازم نفضل نعتذر ونبرر. قول لا مش هقدر وخلاص، واللي بيحبك هيفهمك ويقدرك، واللي بيستغلك هيزعل وياخد جنب. 3، هندرب نفسنا على الرفض. جرب تقول لأ في حاجات بسيطة في الأول، زي إنك تقول لأ الفيديو مش عايز تشوفه، أو تقول لأ لخروجة مش مرتاح ليها، أو نزلة أنت مش عايز تنزلها، أو خدمة أنت مش قادر تأديها جسديا. عادي يعني، دي حاجات بسيطة في الأول كلها ممكن تتدرب عليها إنك تقول لأ. ابدأ إن كل مرة هتقول فيها لأ عشان نفسك إيه. اه ما شاء الله، مبروك يا هنون. انت بتعيطي؟ مبروك يا خالة النجاح. مع السلامة. ما تنسوش يا جماعة تدعوا لأختي في نتيجتها، عشان هي ثانوية عامة. بنت خالتي هنا الحمد لله نجحت. عقبال أختنا وعقبال كل بنات وولاد الثانوية العامة. ادعوا لهم وقولوا ربنا يوفقهم. كل مرة بقى نرجع للفيديو، كل مرة هتقول فيها لأ عشان نفسك، هتلاقي نفسك بتحب نفسك الجديدة. نفسك القديمة دي اللي هي كانت بتقول على كل حاجة دي خلاص انساها. احنا دلوقتي ينصح هبدأ معاكم أعمل ال3 حاجات دول. لو في حاجة مش عايزة هقول لأ عليها عادي جدا. في موقف كان امبارح، صاحبي بعت لي إن هم المفروض النهاردة هيروحوا بسين. صاحبي بعت لي ان هم النهارده هيروحوا بسين وعايزني اجي معاه. انا ما كنتش عايز اروح. انا ما قلتلوش لا، ما قلتلوش لا دايركت، قلت له معلش والله مش هعرف مره تاني بسبب ان انا مامتي مش موافقه، وبسبب انها مش في البيت. مع ان مامتي لو قلت لها هتوافق، ومع ان انا في البيت، بس قلت كده ان انا مش عايز. فانا لو كنت قلت لا من الاول كنت واقف على حاجات كتير قوي، عارفين. فانا عشان كده اصلا فكرت اصور الفيديو ده، ازاي تتعلم تقول لا. بعد كده اقول لا يا جماعه. بعد ما شربت ميه نسيت افكركم ب ايوه، التذكير اليومي لشرب الماء. عايزين برضه نضيف يا جماعة مع التذكير اليومي لشرب الماء دي التذكير بالاستغفار برضه، أو حاجة يعني حاجة ثواب. يا إما صلوا على النبي يا إما استغفروا، اعملوا الاتنين. يلا صلوا على النبي، استغفر عليه الصلاة والسلام، استغفر الله العظيم. اشربوا مية. بعد ما خلصت السكريبت وصورت الحلقة بالكامل وشربت مشروب الحلقة ورجعت، اكتشفت إن الميكروفون مش شغال، مش فاصل زي الحلقة اللي فاتت. لا، هو لازم الميكروفون كده يديني كل حلقة، يديني حاجة تجلطني تموتني. ما طلعش فاصل، طلع مش شغال. انا نسيت اشغله. في زرار صغير قوي هنا، هو ده شايفينه؟ ده نسيت ادوس عليه. مستفز، وانا حاسس ان الحلقه دي برضو يحصل حاجه في الميكروفون، لان انا لا اتعودت. انا اسمي اياد مع مشاكل الميكروفون، ما فيش ميكروفون يسلك معايا. ممكن احط لكم الحته دي، يعني الحته بتاعت مشروب الحلقه، هحطها لكم دلوقتي في المونتاج. المهم، انا طلبت كوكيز فرابي، كان طعمه جامد موت، لان انا تقريبا نسيت اقول رايي في الفيديو. انا اكلته خلاص، قفلت الفيديو.
انا عايز اتعلم اقول لا، مش عشان ابقى جامد، بس عشان قضيت ان انا اعيش حياتي على مزاج الناس وعلى اللي هم عايزينه وكده. انت تستحق وقتك، انت تستحق صحتك، انت تستحق مجهودك، انت تستحق حياتك. مش كل الناس تستاهلك، مش كل الناس تستاهل ان انت تقدم لها خدمه او مساعده. لازم يكون في تقدير في ان انت بتقدم لهم حاجه هم عايزينها. مفيش تقدير مفيش حاجه تقدمها. يعني ماشي هتقدر انت تعمل حاجه وحد بيقدرك بيشكرك، انت مش عايز تعملها خلاص مش شرط. طبيعي جدا ان انت اول مره هتبدا تقول فيها لا لشخص انت كنت متعود بتقول له اه او بتقول له نعم. طبيعي هتحس في الاول بتأنيب ضمير، بس افتكر انت مش اناني، انت بتقول لا عشان نفسك، عشان انت مش عايز تعمل كده فعلا. انت بس كل اللي عملته ان انت بدأت تختار نفسك، بدأت تحط نفسك اولويه اللي انت المفروض تكون حاططها من بدري. بالله عليكم يا جماعه، انا كل مره بقول اكتبوا لي في الكومنتس حاجه ومحدش بيكتب لي، او غالبا يعني بتكتبوا لي تشجيع. انا بحب التشجيع موت، بس عايز برضو اعرف كومنتات بجد. اكتبوا لي موقف لو فاكرين موقف قلتوا فيه لا ويا في حاجه حصلت قولوا لي، واذكروا اسماء. انا مع ذكر اسماء الناس اللي ضايقونا في حياتنا. فاكرين كمال الحلقه اللي فاتت؟ حوار كمال ده خلى يعني ده اول حوار فعلا يعمل قلق عندي على الصفحه. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، مش عشان ارقام، عشان اعرف في كام واحد مهتم بالكونتنت ده. سلام.